في 13 ديسمبر السويد بيحيوا عيد اسمه عيد لوسيا، وده من أهم الاحتفالات اللي بتحصل في السويد كل سنة. كانت من عيلة مسيحية، وزيها زي كتير من المسيحيين وقتها عانوا من اضطهاد الوثنيين. وهي صغيرة والدتها غصبت عليها انها تتخطب لشاب وثني، ولما كبرت وفهمت رفضت وفسخت الخطوبة. طبعا هو مسكتش، راح للحاكم وقال له ان هي بتكره الوثنيين جدا. طبعا الحاكم بعت جنوده وراها أبشع العذاب اللي ممكن حد يشوف، لكن الحاكم برضو لما شافها أعجب بيها. لكن لوسيا رفضته هو كمان، أمر جنوده بإشعال النار وتترمي فيها، بس بيقال إنها نجت من النار. الحاكم أمر بقطع راسها بالسيف، ومن وقتها بقت القديسة لكن لوسيا. بدأ الاحتفال بالقديسة لوسيا سنة 1927. بيجيبوا بنت بتمشي في وسط الكنيسة على إنها لوسيا، وعلى دماغها شوية شموع، وبيغنوا مجموعة من الأناشيد وأشهرها سانتا لوسيا تقديسا لروحها.